انا بتكلم على منتخب ادى مبارياته بمنتهى القوه، تصدر مجموعته رغم عن انف كل المنتخبات اللي موجوده معاه في المجموعه، مع المصنف رقم وفاز 2-0 مش واحد بالصدفه. 3. اللعيبه دي رجاله قوي طبعا طبعا. مش بس مدير فني موجود وبيديهم تعليمات، انا شايف لعيبه مسؤوله عن كل تفصيله موجوده داخل ارض الملعب، بلغتنا هنا زي ما بنقول رجاله في ارض الملعب طول الوقت رجاله. فوزي لجع اللي هو رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم عامل نهضه كبيره في الكره المغربيه. يعني انت عندك منتخب المغرب رابع عالم، منتخب الاولمبي برونزيه باريس، اولمبياد باريس، عندك المنتخب الشباب كسبان اسبانيا 2-0 وكسبان البرازيل 2-1 وصعد. منتخب المغرب للشباب النهارده بيدعك كوريا الجنوبيه وبيكسبها 2-1 وبيصعد لربع نهائي كاس العالم للشباب وهيقابل امريكا المباراه اللي جايه. ليه يا كابتن الفجوه ما بيننا وبين المغرب وصلت للدرجه دي؟ لا المغرب بتشتغل باساس. اللي عملته المغرب في كاس العالم واللي بيعملوه منتخب اولمبي ومنتخب عندك بروجكت، عندك بتقدم حاجه، بتشتغل باساس. اكاديميه محمد الخامس بتشتغل باساس، بتبقى عنده السكاوتنج بتاع الاتحاد اللي بيشوف اللعيبه اللي بيزوج الجنسيه اللي بره بشكل كبير جدا، ثم اعداد فيها 9 مدربين، ثم اعداد قوي، ثم تطلب بطولات وديه على بطولات اعداد. النهارده تتفرج على اللعيبه كلها بتلعب في كل المراكز بكل قتاليه وبكل روح. قدروا النهارده ان يكسبوا منتخب كوريا الجنوبيه، وقبل كده رقعوا البرازيل ورقعوا اسبانيا، وباذن الرحمن تحققوا البطوله عن قريب. احنا ما نطمحش، ما يبقاش عندنا طموح ان احنا نوصل للمرحله دي. ليه؟ احنا بعيدين عن هو احنا مش عارفين ولا مش عايزين؟ احنا مش عارفين يعني مش عارفين نوصل. طب ازاي؟ عندما تكون الاختيارات بعلم وعلى كفاءة وبعيد عن التحيز والمجاملات وبعيد عن الموائمات والموازنات هتجد نتيجة جيدة. ده اللي احنا بنشوفه في المغرب، بينما احنا نتمناه عندنا، نتمنى ان ده يحصل. احنا لعبنا على البرونزيه وخسرنا، خسرنا 6 من المغرب. فضيحه. يعني احنا كان طموحنا كان كبير ان احنا نوصل ونلعب وناخد البرونزيه، لكن احنا للاسف في اخر المباراه اللي هي المصريه خسرنا من المغرب وابتعدنا عن المنافسه على البرونزيه، وخدت المغرب البرونزيه عن جدارة. النجاح عندنا في بطولات الناشئين صدفه مرهونه بضربه حظ، مش نتاج لا منظومه كوره منضبطه ولا قطاعات ناشئين شغاله كويس ولا مواهب فيها رعايه كويسه. بنتاسى ان احنا اتغلبنا من نيوزيلندا. لو بصينا بعينينا على مشروع المغرب تعرفوا حجم الهوه السحيقه اللي احنا هبطنا فيها في قطاعات الناشئين. ومش هنمل الكلام عن المغرب لان ده نموذج. هم بيصرفوا على فرقهم وعلى الكره بتاعتهم اقل كتير من اللي قطاعات الناشئين هنا بيحصل فيها، بس شوفوا الشغل الصح والاختيارات الصح والممارسه الحقيقيه. المغرب يا جماعه وقع في مجموعه انا ظني لو وقعنا فيها كنا ما سافرناش، كنا هنتخض. ده كله احتفى بالمجموعه بتاعتنا. انت متخيل ان احنا معانا نيوزيلندا واليابان وشيلي، هم معاهم البرازيل واسبانيا والمكسيك، فيكسبوا اسبانيا يكسبوا البرازيل، يعني 2-2، ثم يريحوا الفريق الاول كاملا لانهم ضمنوا الصعود كاول المجموعه وجايين يكسبوا البطوله، جايين ينافسوا على البطوله. يروح يشوف المغرب شغاله ازاي. عملت ايه؟ استنى بقى لما المغرب خدت الاخضر واليابس، شاطئيه، رجال، نسائيه، سيدات، ناشئين، ناشئات، على مستوى مش افريقيا، مستوى دولي وعالمي. ومفيش حد لا غيران ولا متضايق من فكره انتوا بتعملوا ايه ولا حاجه. ألف مبروك لمنتخب المغرب وشعب المغرب وكل الجماهير المغربية في كل مكان، وألف مبروك لينا فوز منتخب المغرب تحت 20 عام اللي بيقدم عظمة كروية في كأس العالم للشباب، وبيفوز النهاردة على كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية فريق مش سهل. جناح اليمين علي معمر وياسر الزبيري يعني راس حربة منطقي، رغم ان في لعيبه برضو النهارده ما كانتش في حالتها زي ماتش البرازيل وماتش اسبانيا، بس كمجمل النهارده عبرنا وعدينا. اتمنى ان مباراه امريكا تبقى افضل. الشكل الدفاعي اللي في الاخر يعني يا محمد وهابي كان يخط، فالنهارده ان انت تعمل حسابك بلاش التراجع، ما ينفعش التراجع بالشكل ده، لازم تهاجم، والهجوم خير وسيله للدفاع. كما كتشاهدوا معنا احنا الحمد لله دخلنا التيران، درنا داكشي اللي علينا، درنا التعليمات ديال الكوتش. كنبغي نشكر ستاف ميديكال اللي تا هو ديال الخدمه ديالو برا التيران.
ستاف تكنيك ديالنا اللي كيقول لنا ديروا الخدمه حنا كنستعملوها. كما كتشوف في التيران الدراري كيديروا داكشي اللي عليهم، ملي كيبدا كيتقاتل كيعيا كيدخل صاحبه كيدير داكشي اللي عليه. وكما كتسمع اللي كيخدم كيستاهل. حنا كندخلوا للتيران كنعطيو داكشي اللي عندنا، ربي ما كيخيبناش. وان شاء الله حنا ما كنشوفوش هذه المقابله ولا انما كنشوفوا النهائي ان شاء الله. كما كتعرف دابا المغرب ولا معروف عالميا، يعني ولا معروف بلي فيناليست. وان شاء الله غنقولوا الكلمه ديالنا في الكومبيتيسيون ديما مغرب. الحمد لله. التأهل هذا ما جاش بالساهل، كاملين خدمنا عليه. الدراري تقاتلوا، الدراري كاملين تقاتلوا باش حققنا التأهل هذا. وان شاء الله كنوعدوا الجماهير المغربيه باللي ما نوقفوش هنايا، مازال ان شاء الله غنزيدوا نتأهلوا. بحال بن شيخ البارح كنت سمعت له في واحد الروبورتاج يهضر على المنتخب المغربي، ولكن بن شيخ ما عرفتش نورمالمون مين بغيت تكلاشي هما بن شيخ وتكلاشي الاتحاديه. قول الاسم ديال الدوله، قول الاسم ديال الدوله. كون قلت الاسم ديال الدوله المغرب استعرف بك. ما تقولش منتخب ديال دوله اخرى. منتخبات ديال دوله اخرى راه متالقه في كاس العالم. متالق في كاس العالم هو المنتخب المغربي. هي افريقيا كامله خرجت، نيجيريا خرجت، جنوب افريقيا خرجت، مصر خرجت، بقى الا المنتخب المغربي اللي مشرف الكره الافريقيه ومطلع بالاعلام الكره الافريقيه. درك المنتخب المغربي كاين دول يعني غادي يقول لك المنتخب المغربي العربي لا لا، منتخب مغربي. راهم يقول لك حنا ما كانش عرب.